هقول لك حاجه انا المفروض اصلا ما اقولهاش. بصراحه دخلت فيها شمال، رحت بعت لها بقى كل السكرين شوتس. انا ميديا باير وعايز ابتدي في الافيليت. جربت مع جي دي اب بس رفضوا الاكونت عشان ما تقبلش ناس من مصر ومش عارف ابتدي منين. بص اقول لك حاجه، في افيليت اوفرز كتيره جدا، عباره عن ايه الحاجات اللي هي الاي كوميرس بقى، كل المواقع الكبيره اللي هي نون وامازون وشين والي اكسبريس والحاجات دي كلها ليها افيليت اوفرز وموجوده بسهوله جدا تتسوق للمنتجات وتاخد نسبه لما حد بيشتري. تعالى بقى نتكلم عن موضوع جي دي اب. هقول لك حاجه انا المفروض اصلا ما اقولهاش بس يلا هقولها. جي دي اب لما جيت اشتغل معاهم برضو ما وافقوش على الاكونت في الاول. البنت هي بتبقى اكونت مانجر، هم ليه ما بيوافقوش؟ بيبقوا خايفين من الفرود او حد يكون هيسجل معاهم ما يكونش كويس وكده. بصراحه دخلت فيها شمال، رحت بعت لها بقى كل السكرين شوتس بتاعت الافليت نتوركس اللي انا شغال معاهم والنتائج بتاعتي وكده. قلت لها انت لو انت ما بتقبليش واحد زي، امال هتقبلي مين؟ انت عايزه واحد يسجل معاكي ويضحك عليكي ويسرقك وكده. دخلت بقى على لينكد ان وشفت السي او بتاع الدي اب، قلت لها اسمه، قلت لها على فكره انا هروح ابعت له كل الكونفرزيشن دي وهبعت له كل السكرين شوتس بتاعتي وهقول له الاكونت مانجرز بتوعك مش شايفين شغلهم صح. والله العظيم بص بعديها بالظبط نص ساعه لقيت ايميل جالي بالابروفل على طول بالاكونت. النقطة ايه، انت شغل دماغك شوية. بص هما ليه بيقولوا مش عايزين مصريين؟ علشان الفروض. طب لو انت مصري وجامد بعت لهم سكرين شوتس بتاعتك قول لها انا بعمل كذا كذا كذا. ما وافقتش برضو، اعمل بقى ادخل بقى لينكد ان، شغل دماغك، حاول تكتب هنا تعمل هنا، حاول توصل لصاحب الشركة او الانفستر او كده لو انت ناوي تشتغل صح معاهم. خلي بقى المعلومة اللي قلتها لك دي بيني وبينك كده والناس كلها اصلا سمعتها.